بسم الله الرحمن الرحيم. كيف حالكم حبايبي الحلوين؟ وكل عام وانتم بخير. وصفتنا اليوم شوربة من أطيب الشوربات وأسرعها، بتتعمل بالوقت الضائع. تعالوا معاي نشوف مقادير وصفتنا. اليوم رح نستخدم جزرة مبشورة حجم كبير، وعندي فطر مقطع، فيكم تستخدموا الفريش أو المعلب حسب رغبتكم. ورح نستخدم مكعب زبدة، وحبتين من الكوسة المبشورة، وصدرين دجاج مسلوق ومفسخ بالطول. وراح نستخدم بصلة مفرومة ناعم، وملعقة صغيرة من الثوم المهروس. تعالوا معاي نشوف طريقة وصفتنا. في قدر على النار راح أنزل بمكعب الزبدة، ثم أضيف البصلة المفرومة ناعم، ولما تذبل البصلة راح أنزل بالثوم المهروس وأحرك الجميع مع بعض، وأضيف الكوسة المبشورة والجزر المبشور والدجاج المسلوق والفطر، وأحرك الجميع مع بعض لمدة 5 دقائق. راح أعدل الملح وأنزل بكوبين من مرق الدجاج المسلوق. راح أغلق الطنجرة وأعمل كريمة الطبخ، وهي عبارة عن كوبين من الحليب، 2 ملعقة كبيرة من الطحين، ومكعب زبدة، ونص ملعقة صغيرة ملح، وعلبة من القشطة، وحرك الجميع مع بعض على البارد حتى لا يتكتل الطحين والقشطة. وهيك أصبحت الكريمة جاهزة لحتى أضعها على النار. راح أستمر بتحريك الكريمة بالويسك وما أتركها أبدا لحتى يثخن قوامها. وهيك أصبحت الكريمة جاهزة. والشوربة بعد 10 دقايق بالضبط كانت جاهزة ومستوية، وفينا نزيدها بمي ومرق الدجاج ماجي ونقدمها بدون كريمة، وطعمها عن جد بشهي. أما أنا فبعملها على الحالتين، مرة بكريمة ومرة بدون. بصراحة التنتين طيبين وبشهوا. هون رح نضع الكريمة على الشوربة ونحركها لمدة دقيقتين، وآخر إشي رح أبشر عليها قليل من جوزة الطيب ومكعب من مرق الدجاج ماجي ونص ملعقة صغيرة من الأوريجانو، وأحرك الجميع. وهيك أصبحت شوربتنا جاهزة للتقديم. وهيك وصلنا لنهاية وصفتنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير، وإلى اللقاء في وصفة جديدة، ومع السلامة.